السلام عليكم، كي راكم خواتاتي؟ لاباس الحمد لله. رجعت لكم بتحضيرات لشهر رمضان الكريم، ان شاء الله يا يدخل علينا بالصحه والعافيه وراحة البال. اول حاجه ما نوجدوها معكم هو الليمون. درت ديجا معكم مركز الماء الليمون، ودرت معكم الطماطم المصبره. دوكا نروحوا الليمون حبه تعليم ندسوها في الثلاجه فريجيدار عادي، ما نديروهاش في المجمد وتقعد كيما ندسوها تقعد. طريقه سهله وان شاء الله يا ربي تعجبكم. اروحوا معايا. اول حاجه نقبض الماء يكون حامي سخون، ما يكونش سخون سخون سخون، بصح يكون سخون تقدي ديري في يدك، تقدي ما تدخلي صبعك وما تحرقيش. فاهميني؟ حامي ماشي دافي بصح ما يحرقكش. نقبض كاس، لأن كمية كبيرة تعليم درت فيها كاس تاع خل أبيض وكاس تاع ملح، نحطهم في هذيك الباسينه اللي عمرتها ماء حامي ما يزلقش، كما نقولوا حامي تدخلي صبعك وما يحرقكش. حطيت غسلت الليم تاعي غايه، حكي غايه، قلعي من هذيك النقاط السوداء، حكي غايه بالحبيله ونقيه كل شيء، شليه وحطي في هذاك الماء اللي درنا فيه الخل والماء والملح. خلوه ساعه ساعتين. انا حطيت فوقه درته وحطيت فوقه كي حاجه صينيه باش ما يقعدش طالع لي هذاك الليم. خليته ساعتين 3 سوايع، ومن بعد درتها في صفايه خليته 4 سوايع اصفى غايه، ومن بعد قبضت هذيك الليم تاعي. بعد ما نشف لي من الماء هو العدو تاع الليم، كتخليه في قطره تاع الماء يغسل لك الليم تاعك. قبضت هذيك الليمه تاعي بعد ما نشفت لي بصح زيد كما نقولوا نشفتها بالبابي بسربيته اللي عندك. قبضت هذاك هذا البلاستيك هذا، غلفت الحبه بالبلاستيكه اولا، من بعد نقبض الالومنيون في الجهه اللي تبري، هذيك الجهه اللي تبري هي اللي نحطوا فوقها هذيك الليمه، ونبلعوها غايه بهذيك الالومنيون. كما فهمتكم الجهه اللي تبري هي اللي تقعد نحطوا فوقها الليمه. اكو عارفين بلي الالومنيون شويه قالوا ماشي صحي. حنايا نقلعوا هذاك الشك، درنا هذيك البلاستيكه لمينا غايه ليمتنا، ومن بعد درت هذيك الالومنيون في الجهه اللي تبري وحطيت فوقها هذيك الليمه ولميتها غايه، وقبضت سله اي حاجه ولا بواط مونجي، حطي في هذيك الليمون تاعك وديرها في الثلاجه عادي تقعد 3 شهور 4 شهور حتى رمضان ان شاء الله نستغلوه ونديروا به الوصفات اللي نحتاجها ان شاء الله. ودرك نروحوا الوصفه الثانيه وهي العجينه المورقه بات فوتي. نحتاج كيلو تاع فرينه، 8 مغارف زيت، 4 مغارف كبار خل، ومغرف صغيره معمره ملح. نبسوا هذيك الزيت مع الملح مع الخل كل شيء نخلطه مع بعضه، ومن بعد نقبض الماء يكون بارد ما يكونش حامي بارد. نلم عجينتي بالماء ونخليها تريح 4 ساعه، ومن بعد نقبضوا العجينه تاعنا نقسموها نصفين. النصف الاول نحطوها فوق رخامه ولا فوق بوطاجين، نديروا الفرينه من تحت ومن فوق ونبدو نسرحوها. كي سرحوها غايه اللي تسرحيها غايه قبضي الزبده تاع التوريق، نقسموها نصفين. النصف الاول نبدو نخدموا به، نرابيها فوق هذيك العجينه اللي سرحتها غايه، ماذا بك سرحيها غايه. حطيت بالرابوز رابيت الزبده، ومن بعد قاعد ندير كل حربوش. شوف كراني ندير بشويه بشويه نلمدها، ومن بعد قاعد ندير نقرص هاك بصباعي، نقرص باش نبلع على هذيك العجينه ما تخرج، نضمنوها ما تخرج من العجينه تاعنا كيما هكا باش ما تخرج الناس وتنجح لنا الوصفه. عاود حطيت الفرينه فوق هذاك الرخامه هذاك البوطاجي، حطي الفرينه باش ما تلصقلكش خاطر تخافي تخدمي وتلصق لك. حطيت فرينه تحت ومن فوق، وبديت نعاود نسرح العجينه تانيك. سرحيها غايه ماذا بك تسرحيها تخرج لك الوصفه مليحه. سرحتها غايه بشويه بشويه تتسرحيها، ومن بعد طويتها كل بريه، طويها كيما هكا، طويها كيما هكا الجنب، وعنزودي الجهه الاخرى نعاودو نطوها تانيك كما راكم تشوفوا. تبعوا الخطوات تنجح لكم الوصفه. زيت حطيت هذيك الجهه هكا كما المسمن، نعاودو هذيك الجهه نعاودو نبلعوها كما راكم تشوفوا هكا. انا هنايا كانت شويه دايره سقتها كما نقولوا باش تجيني بات كما قلت الفايتي تجيني سوا. ومن بعد بلعتها كيما هكا تشوفوا. انا نخدم باليد وحده تغبنت
قعدت نشد الكاميرا كما نقولوا التليفون في اليد ونخدم بيد. دركا صاير راني بلعتها كتشوفوا. نعاودوا كذلك نحلوها بالحلال نفس الطريقه، نديروا الفرينه من تحت ومن الفوق وندو بالحلال ونسرحوها غايه. ماذا بكم تسرحوها غايه. نعاودوا تاني نديروا نفس الطريقه اللي درناها في الاول، نفس الطريقه. نجوها الجهه هذه ونعاودوا الجهه الاخرى، نعاودوا الجهه الاخرى كما المسمن، كما نخدموا المسمن والملوي كيما هكا. هذه هي كيما راكم تشوفوا وتنجح لكم ان شاء الله هذه الوصفه. ها شو كي راني درت، ها بلعتها ونزيدوا عاد نبلعوها الجهه الاخرى كيما الملوي. ها شوفوا سهله، طريقه سهله. بكري كنا نتعبوا فيها بزاف باش نخدموا العجينه المورقه، ودرك راها سهله في ساعات نخدموها. هذه هي العجينه تاعنا المورقه، ومن بعد نقسمها في الوسط باش تشوفوا الفويتي تاعها. ها هنا قسمتها بالمنشار، قسموها بالقدمي تاع المنشار، تقسمكم في الساعات. ودوك تشوفوا الفويتي تاعها كي جاني داير. ولموها غايه في بلاستيكه وديروها في بواط بونجي دوسها في الكونجيلاتور. كي تحتاجوها جبدوا وحده وخدموا بها بيتزا كوكا، خدموا بها لي كورني، اي حاجه تبغوا تخدموها خدموها بالباط فايتي. تبغوا ديروا لي كرواسون باشوكو كيما تبغوا. تهلوا في رواحكم. نتلاقوا ان شاء الله في وصفات اخرى ان شاء الله. الى اللقاء.